والله ثم والله لن يبلغ العبد الكمال والتوفيق حتى يسلم لربه تسليما كاملا لا في والد ولا في ولد. ولذلك إبراهيم عليه السلام لما أمر بذبح ابنه قال الله تعالى: فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم. جاء الفرج. وكنت ما دعوت، لكني كنت والله لا أتصور ساعة أفجع فيها بوالد أو والدة. فلما كتب الله عز وجل وشاء الله سبحانه وتعالى من توفيق الله للإنسان أنه إذا أصيب بالخير أو الشر أن يسأل أول ما يسأل: ما الذي يرضي الله؟ يترك عنه العواطف ويترك عنه هوى النفس. أول ما يفكر في ربه، أول ما يقول: ما الذي يأمرني الله به حتى أفعله، وما الذي ينهاني عنه فأجتنبه. فلما جاء أمر الله عز وجل سألت نفسي: من الذي رزقني أبي، ومن الذي رزقني كذلك لما توفيت الوالدة رحمه الله، من الذي رزقنيهما، من الذي أعانني على برهما، من الذي مد في آجالهما حتى تمتعت برؤيتهما، من فوجدت كل الأمر الله الله الله، ما وجدت غير الله. فقلت: سبحان الله العظيم، أين أبي وأمي من الله؟ والله هان علي كل شيء. والله لن يستطيع الإنسان أن يجد لذة هذه الحياة حتى يعرف معنى العبودية لله، لأن الله ما خلقك لأبيك ولا لأمك، ولا خلق أباك وأمك لك، إنما خلقك وخلق أباك وأمك والخلق لعبادته وتوحيده. لا تغالب القدر ولا تقول: أدعو أني أموت قبل أبي أو يموت أبي قبلي، أبدا، هذا كله اتركه لله. سل ربك التوفيق، سل ربك أن يرضى عنك في أبيك وأمك، في والدك وولدك، دائما تفكر في هذا. وإذا نزلت المصائب الفجائع والأمراض والأسقام بمن تحب فاسأل نفسك: ما الذي يرضي الله جل جلاله؟ وإذا رأيت في حبك وأهلك ما يسوءك ويكدرك وجاء الشيطان ليشغلك بالعواطف، فأوصيك بوصية فيها خير عظيم لك، وهي أن الإنسان إذا رأى في والد أو ولد أو من يحب ما يكره عليه أن يتذكر شيئا واحدا، وهو أن الله أرحم بهذا المخلوق منه. ترى في ابنك، ترى في بنتك ما يسوء ما يكدر، وتبذل الأسباب، فإذا بذلت الأسباب وعالجت ومضيت عند الأطباء وقدمت ما تستطيع، بعد هذا لا تغالب القدر. إياك أن يستولي الشيطان عليك فيلفظ اللسان بما لا يحبه الله ولا يرضاه، وإياك أن تتبع هوى النفس ما تهواه، لا، بل قل كل ما ترى. أنت ترى ابنك يتعذب في الآلام والأسقام، وترى الولد والوالد، تتذكر أن الله أرحم به منك. حتى إذا نصبت الموازين ونشرت الدواوين وأقبل أباك الذي هده السكر والضغط والأمراض والأسقام، ورأيته لما قام فسقط، رأيته لما حتى إنه لم يستطع أن يحرك يدا أو ينبس بلسانه، حتى إذا نشرت الدواوين والصحف وأقيمت موازين الآخرة، ورأيت من مثاقيل الحسنات التي كتبها ربك له تمنيت أن حياته كلها في هذا البلاء. لو رأى العبد ما عند الله من المثوبة لأهل البلاء لنعمت عينه. ولو أن أهل البلاء يوم القيامة لما ينظرون ما يكون عند الله من المثوبة والأجر وما عند الله من الحسنات والخلف، يتمنون أن حياتهم كلها كانت بلاء وسقما وألما. إنه الله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، هو أرحم الراحمين، وهو إله الأولين والآخرين. فلا تغالب ربك، وعليك أن تتبع السنة، هدي الكتاب والسنة، من الصبر على البلاء وسؤال الله الثبات في برك لوالديك. هذا الذي أوصيك به أولا،
أن تعتقد الفضل لله أولا وآخرا، أن الله أكرمك ببر الوالدين، وأن تحمد الله وتشكره على هذا الفضل، وقل اللهم لك الحمد أن رزقتني أبا يعينني على بره وأما تعينني على برها. كم من طالب بر غلقت في وجهه الأبواب، وكم من ابن يتذلل لأبيه فيصفعه أبوه على وجهه. فإذا رأيت من أبيك وأمك ما يسرك فقل اللهم لك الحمد يا مقلب القلوب أن قلبت قلب الوالدين شفقة ومحبة لي، واسأله أن يديم عليك نعمته وأن يزيدك من فضله. ثم انس أنك قدمت شيئا لوالديك، فلا تزال بخير ما احتقرت نفسك، ولا تزال بخير ما اتهمت نفسك بالتقصير وسعيت إلى الكمالات، ولن تستطيع أن تصل إلى ذلك كله إلا بالدعاء. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا من البارين. اللهم اجعلنا من البارين، وصلنا بوصلك يا خير الواصلين. اللهم ارحمنا وارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من كان منهم حيا فأطل عمره بعفو وعافية، وأحسن عمله وقوله وفعله يا رب العالمين. اللهم أحسن لهم الختام بعد عمر مديد وعمل صالح رشيد. اللهم ومن كان منهم ميتا فاغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل لنا في البر أفضله وأجزله وأكمله وأخلصه لوجهك وأعظمه زلفى عندك. اللهم إنا على بر الوالدين أحياء وأمواتا.